ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة على حسب الجزء الخاص بتعليم الفوتوشوب. النهاردة إن شاء الله معانا تصميم بسيط كده، وهو هنعمل تصميم لتي شيرت، بس يكون تي شيرت صيفي كده وشكله حلو إن شاء الله وبسيط. طيب، أول حاجة هنبتدي نضغط. طبعا إحنا عملنا نيو دوكيمنت، وطبعا أنتوا عارفين إزاي بتتعمل، ده حاجة بسيطة أوي. تاني حاجة هنبتدي على طول نضغط هنا على الادجستمنت لايرز دي، وهقول له أنا محتاج جريدينت. طيب، تختار اي جريدينت مثلا، حاجه شبه كده، وتقول له اوكي. وبعد كده تضغط دبل كليك على الجريدينت نفسه، وبعد كده دبل كليك هنا، وبعد كده هتبتدي هنا مثلا وتبتدي تعمل حاجه شبه كده، تبقى غامقه كده كويس. تمام، وتقول له اوكي. هنضيف هنا كمان بن او بين كده، وهنبتدي تفتحها سنه وتخليها تمشي كده سنه كده كمان. تمام، هنضيف هنا كمان واحده اهوت، والمرة دي هنفتحها خالص يعني، وهنضيف هنا اخر واحدة اهيت، وهقول له انا محتاج ان هي الصفرة دي يعني. تمام، اقول له اوكي. وبعد كده اخر واحدة هنا اقول له انا محتاج ان هي تبقى بيضة خالص، ابيض على اصفر كده يعني. ها. تمام، هسحب دي شوية كده. تمام، وهقول له اوكي. بقى معانا حاجة شبه كده. طيب، بعد كده هاخد اداة الاليبس تول بتاعتنا دي من هنا، وهضغط شيفت، وهبتدي اعمل دايرة مستقيمة، او دايرة فيها دايرة زي ما هي بالظبط. خد بالك انت ماسك اداة دلوقتي الموف تول اهو، وهتيجي جاي على الباك جراوند، وهتقول له اعملها لي سنتر بالظبط كده، بقت سنتر بالظبط. تمام. طيب، بعد كده هتنزلها تحت اللاير بتاعت تحت اللاير اللي هي بتاعت الاليبس دي، وهتبتدي تقف على اللاير التانية اللي هي بتاعت الجريدينت، وهتقول له تضغط على السهم الصغير ده وتقول له كرييت كليبنج ماسك اللي هي الت كنترول ان جي. تمام، بقت كده. بس هنرجع تاني للإليبس دي، وهنبتدي نخلي لونه، هنقف على الأداة دي كده وهنخلي لونه أقرب للأبيض، يعني أبيض كده، بحيث الإليبس ده يبان. وخدوا بالكم هنا أنا مش عايز له فيل، اللي هي الستروك اللي بره ده أنا مش عايز فيه فيل. طيب، وبعد كده هبتدي بقى خلاص، أنا عايز الاتنين كده تمام عندي كويس. هبتدي أمسكهم هما الاتنين وأقول له اعملهم لي ميرج لايرز. تمام، بقوا لاير أهي، بقت لاير لوحدها. طيب، بعد كده هبتدي اقف هنا على الجريدد فيل واحد دي، وبعد كده همسك الاداه بتاعتي اللي هي الريكتنجل ماركتنج تول دي، وهنبتدي نعمل شويه زي قطع كده او حاجه زي كده. ادي واحد من هنا مثلا، وادي واحد كمان اهو، ادي واحد اهو، يلا اقطع ديليت. وادي واحد كمان اهو تكون تخين شويه كده من هنا، ادي ديليت. وادي واحد من النص هنا كده مثلا، ديليت. تمام. طيب، هنضغط كنترول دي عشان نشيل التحديد. وبعد كده بقى هبتدي اجيب شجره مثلا ولا حاجه، هقول له فايل ليس وهبتدي مثلا اجيب الشجره دي. تمام، همسكها هنا كده، هضغط كليك يمين عليها هي كده وهي ماسكه كده، وهقول له روتيت 90 ديجري سي دبليو. لا، انا مش عايز كده. طيب، كنترول زيرو، كليك يمين، هقول له فليب هوريزونتال. طيب، حاجه زي كده كويس، وهوقفها هنا كده. تمام، حاجة متهيألي كده كويسة أوي. تمام كده، حلوة. بس هقف عليها كده وهقول له blending options، هقول له color overlay، ونديها له الأسود. تمام. تمام، هنجيب بقى شوية طيور كده
فايل بليس، نجيب شوية طيور هنا كده. تمام، ونظبطهم. طيب بعد كده بقى هنبتدي نكتب النص بتاعنا، نكتب اي حاجة بقى، نكتب مثلا صم، نكبر وهنختار خط كويس كده يعني. خلينا نكتب مثلا صم وهندخل على الكاركتر هنا، نظبط شوية بس مسافات ما بينهم. صغر، تمام، خليها مثلا 30. كبر يا مدير شوية. تمام، تمام كده. احنا كده تقريبا خلصنا كده التصميم بتاعنا. بعد كده هضغط على كنترول وهضغط شيفت، قصدي شيفت اول طبقه لاخر طبقه كده، هقول له كليك يمين وهقول له كل ده هو تعمله لي كونفيرت تو سمارت اوبجكت، بقى كله سمارت اوبجكت اهوت. وبعد كده تعالى بقى نشوفه على الموك اب بتاعنا. اقول له فايل اوبن، انا فتحت الموك اب بتاعه اهو، كنترول زيرو، انا مش عايز الفيكس ده. بعد كده نبقى نشوفه لو نفع. تمام، وهاجي رايح جاي على امسح الليبل ده، انا مش عايزه، نسيبه مفيش مشكله. طيب نمسح بس كده التريبيك ده. طيب هنبتدي بقى دلوقتي نحط التصميم بتاعنا على الموك اب عشان نشوف شكله عامل ازاي. هنضغط 2 كليك على برنت دي، هنشيل دول الاتنين وهسحب التصميم نفسه كله اهو، واجي رايح احطه هنا. تمام، هعمل كنترول تي، كنترول زيرو. خدوا بالكم يا جماعه انا واقف هنا اهو، ها، كنترول تي، ضغطنا كنترول تي، هنضغط بقى كنترول زيرو عشان نظبطها كده. وبعد كده هاجي جاي واقف هنا معدل التصميم بتاعي اهو، وحطه هنا في النص كده. خدوا بالكم يا جماعه، ممكن تكتبوا اللي انتوا عايزينه وممكن تعملوا اللي انتوا عايزينه، ها، اي حاجه كده. تمام، وهضغط علامه الصح دي، وبعد كده هعمل كنترول اس عشان يتحفظ. كنترول اس اهو، هنا بيقول لي سيفنج اهو. لو رجعت تاني على التيشيرت بتاعنا هنلاقيه اهو. تمام، وبعد كده بقى انت ممكن تظبط الخلفيه بتاعتك زي ما انت عايز، ممكن تحط اللي انت عايزه او ممكن تسيبها زي ما هي كده، وممكن تحط الفيكس بتاعك، يعني ممكن تحط الفيكس بتاعك هنا كده، تظبط وتظبط الخلفيه، وهتبقى حاجه عظمه. شكرا لحضراتكم، ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب.